هذه الهجمة من قبل إرهابيين في قلب العاصمة الفرنسية باريس. مش بنتكلم على الشرق الأوسط كما كان أو كما كنا نلاحظ في السابق، ولكن الآن إلى قلب أوروبا. يعني بداية أود أن أشير أنني كنت رئيسا للجالية المصرية لمدة 10 سنوات في فرنسا، وأمضيت فيها 20 عاما، وبالتالي أعتقد أنني أعرف العقلية الفرنسية جيدا. فرنسا الآن تعتبر أن كل أبناء الجالية العربية والإسلامية من 5-6 مليون عربي ومسلم رهائن، لأنهم كلهم أنت عربي إذا أنت إرهابي. نعم. يعني أعتقد أن ما حدث من الشعار الذي أطلقه الجميع أنه صوم توس تشارلي، يعني نحن جميعا شارلي، مجلة شارلي إبدو الأسبوعية، يعني هذا الحادث بالفعل جعل فرنسا تنظر الجالية العربية والإسلامية أنها مسؤولية كاملة عن كل ما يحدث من اضطرابات في فرنسا. وهناك انتفاضة بين الأمن الداخلي وحتى القوات المسلحة وطائرات الهليكوبتر تبحث عن المشتبه فيهم. لكن بشكل عام أعتقد أن هذا جعل أوروبا كلها مستهدفة. لماذا أوروبا؟ لأنه قبل يومين كانت هناك مظاهرات في ألمانيا تدعو إلى عدم أسلمة أوروبا، لأنهم يتصورون أن الجالية العربية والإسلامية وعددهم كما تقول مكتب الهجرة في فيينا 29 مليون عربي ومسلم في أوروبا كلها، كلهم هدفهم واحد هو أسلمة أوروبا. وهذا غير صحيح، لأن العالم العربي نفسه يعاني من التطرف والإرهاب ونفس العنف، وهو ما يدعو إليه الدين الإسلامي نبذ العنف وليس العنف نفسه. هم يخلطون في الواقع في فرنسا وفي أوروبا كلها، معظمهم يخلطون بين الإرهاب من ناحية وبين الإسلام من ناحية أخرى، مع أن الإسلام بريء براءة الذئب من دم ابن يعقوب من كل هذه الاتهامات الموجهة إليه. أيا كان الأمر، لم يعد الشرق الأوسط مفرخ الإرهابيين كما كانوا يعتقدون، ولكن حتى أوروبا نفسها أصبحت مستهدفة من قبل الإرهابيين، خصوصا أن فرنسا هناك 1700 واحد شاب يعني من أصول عربية من أصول فرنسية حتى انخرطوا في داعش، وبالتالي داعش أصبحت تهدد لا أقول سوريا والعراق ولكن حتى تونس وليبيا وأوروبا وفرنسا وألمانيا ومصر واليمن. معنى ذلك أننا نعيش يجب أن نمتثل بما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي، الإرهاب آفة عالمية ويجب أن تكون مكافحته مكافحة عالمية. نعم. طيب دكتور سعيد، يعني وأنت كنت يعني رئيسا للجالية العربية الموجودة في فرنسا سابقا، يعني وتعرف الشأن الفرنسي جيدا، هل سيشهد أو ستشهد الأيام المقبلة تطورات أكثر في الموقف على غرار ما حدث في السابق عندما كان يتولى نيكولا ساركوزي الرئيس الفرنسي السابق، كان يتولى وزير داخلية فرنسا وكان يقود حربا على الضواحي وسكان الضواحي، وحتى وصلت إلى فرض حالة الطوارئ في فرنسا. هل ستشهد الأيام المقبلة هذه الحرب؟ أعتقد أن هذا ليس مستبعدا، سيما وأن يعني المشتبه فيهم سعيد وأخوه، أعتقد أنه إذا ظل بهذه الطريقة مختفين والبحث دائر حولهم ستكون هناك تشريعات، سيما وأن الاتحاد الأوروبي سيعقد اجتماعا داخليا بين وزارة الداخلية يوم الأحد القادم في بروكسل. أعتقد أن هذا يمكن أن تكون تشريعات جديدة تضيق بشكل أو بآخر على الجالية العربية والإسلامية الحصول على الأوراق أو حتى السياحة أو حتى التحركات في الشارع. أرجو أن تعتقد أنه إذا كانت هناك أسرة عربية مسلمة ترتعد فرائسها خوفا من الظهور في الشوارع، لأن أي إنسان اسمه محمد محمود مصطفى عبد الله الأسماء التي لها دلالة إسلامية أصبح مشتبه فيهم حتى يثبت العكس. طيب دكتور سعيد، يعني أتمنى أن تبقى معي على الهاتف. تنضم إلينا من العاصمة الفرنسية باريس الأستاذة ميرفت ميلاد.